مصر بتنشئ مجمع لإنتاج السولار والمنتجات البترولية، خطوة تقيلة في ملف الطاقة. خلينا نتكلم بهدوء وبالأرقام بعيدا عن العناوين الرنانة. مصر في السنين اللي فاتت كان عندها مشكلة حقيقية في السولار تحديدا، لأنه أكتر منتج بترولي عليه طلب في البلد. نقل، ميكروباصات، شاحنات، زراعة، مصانع، محطات كهرباء، كله تقريبا شغال بالسولار. طيب كنا بنستهلك قد إيه؟ بحسب البيانات الرسمية استهلاك مصر من السولار سنة 2022 وصل لحوالي 14.1 مليون طن سنويا، والإنتاج المحلي كان حوالي 10.9 مليون طن. يعني كان في فجوة تقارب 3.2 مليون طن سنويا. الفجوة دي كانت بتتغطى عن طريق الاستيراد من الخارج بالدولار، وده سبب ان السولار كان دايما عنصر ضغط على الميزان التجاري، وضغط على العملة الصعبة، وضغط على تسعير الوقود داخليا. طيب الدولة عملت ايه؟ واحدة من اهم الحلول كان انشاء مجمعات حديثة لتكرير وانتاج السولار والمنتجات البترولية، واهمهم مجمع التكسير الهيدروجيني في اسيوط انوبك. وده مشروع ضخم جدا. فكرته ببساطة بدل ما نطلع منتجات بترولية قليلة القيمة نحولها لمنتجات عالية الجودة وعالية الطلب. طيب المجمع ده بينتج ايه؟ سولار او ديزل مطابق للمواصفات الاوروبيه يورو 5 بطاقه انتاجيه حوالي من 2.8 ل 2.9 مليون طن سنويا، وفي منتجات مصاحبه نفطه تدخل في انتاج بنزين عالي الاوكتان، بوتاجاز، كبريت. يعني بنتكلم عن مجمع مش بس بيطلع سولار، لكن بيرفع القيمه الاقتصاديه لكل برميل بترول بيتكرر. طب المشروع ده بيحل مشكله قد ايه؟ خلي بالك من الرقم الجاي ده. الفجوه اللي كانت موجوده حوالي 3.2 مليون طن سولار، والمجمع لوحده بيطلع حوالي 2.9 مليون طن سولار سنويا. يعني نظريا المجمع ده لوحده بيغطي اغلب فجوه الاستيراد، وبيقلل اعتمادنا على الخارج بشكل كبير، وبيخلي القرار الطاقي المصري اهدى واقل توتر. طيب العائد الاقتصادي كام؟ خلينا نشتغل بالحساب مش بالشعارات. متوسط سعر السولار عالميا تقريبي ومتغير، بيتراوح ما بين 900 ل 1300 دولار للطن حسب السوق والظروف. تعالوا كده نحسب 3 سيناريوهات مع بعض. السيناريو الاول لو افترضنا ان السعر 900 دولار للطن، وقلنا نضرب ال 900 في 2.9 مليون دولار، هتكون النتيجه 2.6 مليار دولار سنويا. السيناريو الثاني لو افترضنا ان السعر 1100 دولار للطن وعملنا نفس العمليه الحسابيه، هيكون العائد 3.2 مليار دولار سنويا. السيناريو الثالث والاعلى سعر لو افترضنا ان السعر 1300 دولار للطن، هيكون العائد 3.7 مليار دولار سنويا. الارقام اللي انا بقولها لك دي مش ارباح صافيه، لكن دي حجم القيمه اللي بتتخلق جوه البلد، او حجم الاستيراد اللي ممكن يتشال من على كاهل الدوله. الفايده هنا مش فلوس وبس، الموضوع اوسع من كده. تقليل استيراد وتوفير عمله صعبه، وقود انظف وجوده اعلى وانبعاثات اقل، تشغيل مصانع وبنيه تحتيه، وتوفير فرص عمل مباشره وغير مباشره، تحويل منتجات قليله القيمه لمنتجات عاليه القيمه. يعني احنا مش بنسند فجوه، احنا بنغير شكل الصناعه نفسها. الخلاصه مجمع انتاج السولار في اسيوط مش مشروع شكلي ولا خبر علاقات عامه، ده مشروع استراتيجي تقيل في ملف الطاقه، يشتغل على الامن الطاقي، الاقتصاد، تقليل الاستيراد، وتعظيم القيمه المضافه. وببلد زي مصر السولار مش رفاهيه، السولار شريان حياه. ولحد ما نشوف الكلام على ايه، ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب، علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام. دايما وابدا تحيا مصر. ما تنسوش تكتبوها في التعليقات، والسلام عليكم.